السلام عليكم، مساء الخير، اهلا بحضراتكم. فيديو جديد وحلقة جديدة، ضرب نار من الاخر. النهاردة الزمالك ويعود مرة اخرى الى انتصاراته ويعزف تابلو وسيمفونية كبيرة والفوز بالتلاتة يا حبيبي، بالتلاتة. النهاردة الزمالك بيقدم مباراة يعني قوية جدا جدا، ويفوز على النادي المصري المتصدر لجدول الدوري الممتاز، ويفوز ب3 أهداف ولا أروع. عدي الدباغ، عمر جابر كابتن نادي الزمالك يعود من جديد، ويقول لي كابتن حسام حسن أنا موجود. عبد الله السعيد المخضرم هو الآخر يحرز ضربة الجزاء، هدف ولا أروع. النهارده النادي المصري يعني لم يقدم أي شيء. النهارده نادي الزمالك تفوق على نفسه، كل اللعيبة كل واحد خد حقنة الشجاعة وحاول على قد ما يقدر إن هو يسعد الجمهور المليان في الملعب ده كله. ومن أول المباراة من أول لآخرها الجمهور ما وقفش، الجمهور بيعزف سيمفونية هو الآخر مع اللعيبة. النهارده فرحة كبيرة لكل الزملكاوية، ومباراة كبيرة جدا وليلة كبيرة في 100 عقبة وفرحة كبيرة لجمهور نادي الزمالك. النهارده بالي بريرا المدرب تفوق على نفسه في اختيارات اللعيبة والتغييرات وتوقيت التغييرات. أكيد في كلام كبير من جون أدوار للمدرب، وأكيد المدرب استوعب الدرس خلال فترة التوقف الدولي واستفاد نادي الزمالك وعوض الهزيمة القاسية من نادي وادي دجلة قبل التوقف الدولي، وكانت هزيمة قاسية لجمهوره وإدارة كل محبي نادي الزمالك. مبروك لنادي الزمالك اليوم الفوز وعودة كلية نادي الزمالك الفن والهندسة. نادي الزمالك بيعود ويفتتح الكلية من جديد، وبيقول لكل المنافسين إن هو موجود على القمة، مش هيسيب القمة ويدعو نحو التقدم في جدول الدوري. مبروك لكل جمهور نادي الزمالك وإدارة ومحبين مشجعين، ومعكم قناتكم الرياضية من الآخر في هذه الفرحة الكبرى وفرحة نادي الزمالك في تلك المباراة العصيبة التي قدم فيها نادي الزمالك